وفي مسابقة تانية استحدثت اللي هي جايزة استفتاء الجمهور، ودي برضو موجودة السنة دي معانا. فعندنا أفكار جديدة وطول الوقت احنا بنطور يعني. الدورة اللي فاتت كان في كلام ان يبقى في اعمال عربية موجودة في الدورة الثانية، ليه او ايه السبب ان احنا ما قدرناش نوصل ان احنا نجمع؟ احنا ان شاء الله هيبقى في الدورات اللي جاية الموضوع ده موجود. واحنا قلنا زي ما قلنا ان السنة دي دورة استثنائية، والدورة الاستثنائية احنا قلنا هي احتفالا بمرور 60 عام على الدراما المصرية. فهو عرس للدراما المصرية. فكلنا نحتفل بيه وكلنا إن شاء الله هنفرح بالدراما المصرية وبقوتنا الناعمة وبمصر. رأيك ايه في الفكرة اللي طرحت النهارده بتاعة تصوير عمل في العالمين او يبقى في اعمال الفكرة حلوة جدا. أنا شخصيا بتمنى ده من بدري إن يبقى عندنا عمل بيتصور في الأقصر، عندنا عمل بيتصور في أسوان عن النوبة، عندنا عمل بيتصور في المدن الساحلية كلها. إحنا مصر جميلة ومصر حلوة جدا، وعندنا سيوة مثلا، عندنا دهب، عندنا مرسى علم، عندنا مدن كتير جدا فيها حتى سياحة طبية وسياحة ترفيهية وسياحة ساحلية. عندنا مصر فيها فرايتي كتير جدا في كل الصور والأشكال. واحنا واجبنا كصناع دراما او صناع قرار ان هم يقدموا مصر بشكل يليق بيها. وده هيعمل ترويج للفن عامة، لان في مواضيع كتير مهمة تتناقش جوه المدن دي، وهيعمل ترويج للسياحة كمان. فعلى كل الجوانب احنا مستفيدين يعني. دورة مميزة جدا. ويوم 24 هو ختام المهرجان، فبنوعدكم باحتفالية خاصة هتبقى حاجة كبيرة للدراما المصرية ولمصر ومدينة العالمين. فإن شاء الله تنورونا كده فيها. في افكار كان فيها حالات انسانيه او لفته انسانيه، شرح لفته انسانيه من المهرجان، كرمنا عدد كبير جدا من كنوز الفن، وكمان بمعنى صح دي موجودة الفقرة موجودة زي ما هي. شكرا أسعدتمونا. لأن احنا ما نقدرش نتخلى، لأن الصناعة قائمة على الأساتذة الكبار دول. فموجودة معانا الفقرة، وفي حاجة جديدة موجودة السنة دي ده سؤال حضرتك. موجود عندنا. طورنا فكرة المسابقة نفسها، إن هي كانت السنة اللي فاتت على مسلسلات أعمال رمضان بس. السنة دي على أعمال 23 السنة كلها، يعني مش محددين جايزة رمضان أو بره رمضان، لا، كل الأعمال اللي موجودة خلال سنة 2023 هي موجودة جوه المسابقة، اللي أعضاء لجنة التحكيم بيحكموها أستاذة إلهام شاهين، أستاذ كريم عبد العزيز، أستاذ عبد الرحيم كمال، أستاذ جمال عبد الحميد،